لا ده احمد ده عدول جوهره، وهو راجل محترم ويحافظ عليها اكيد، ولولا انه محترم ما كانوش وافقوا عليه من البدايه. أعزائي متابعي الفرحة في كل مكان، ومن قاعة جراند بسوهاج وأفراح آل أبو عقيل بالمراغة. أهلا وسهلا بيك يا فندم. علاء عبد العظيم. طب احنا نعرف حضرتك المشاهدين بحضرتك يا فندم. علاء عبد العظيم خال العروسه وخال والد العروسه كمان. يعني أنت خال العروسة وخال العريس؟ لا، وخال والدة العروسه كمان. خال والدة العروسة؟ طب خال جدها هي. جدها هي. يعني أنت جد العروسة. طب يا جد العروسة، يعني انت بص بقى قول لنا حاجه عن حياه مي. ربنا يتم لهم على خير حياتها ان شاء الله باذن الله. عن حياتها وهي صغيره. حياتها هم كانوا عايشين في القاهره واحنا عايشين في سوهاج هنا هو، فما فيش يعني الاستاذه مي عايشه في القاهره؟ كانت عايشه في القاهره ومتربيه في القاهره ومولوده في القاهره، وجبناها عندنا هنا هو عشان ننور الصعيد بيها وننور سوهاج بيها ان شاء الله. يعني نقدر نقول عروستنا جايه لنا من القاهره؟ طبعا. تحمل مواصفات اهل الصعيد وتحمل مواصفات اهل القاهره. يعني كده ده مدينتين مع بعض. يبقى الاستاذ احمد كده نقول له الف مليون مبروك يا استاذ احمد. طب وصي احمد على مي. لا ده احمد ده عدول جوهره، وهو راجل محترم ويحافظ عليها اكيد، ولولا انه محترم ما كانوش وافقوا عليه من البدايه، وهو اصلا برضه في صله قرابه بين الاثنين. الاثنين ابو عقيل يا فندم. فربنا يتم لهم على خير ويسعدهم ان شاء الله. دامت افراح ابو عقيل يا فندم.